في رؤيه، في مدرب شغال، في لعيبه، وفي جوده مناسبه للامكانيات الموجوده. ابدا لا يملك هذه الامكانيه. هو فريق يعمل على الاسماء اللي عنده، يعمل على التوازن زي ما قال الكابتن محمد، ما تبدا من ورا. الفرقه دي بتلعب بثقه وبتلعب بزخم وبتلعب بشراسه، وعاوز هدف يوصل له، لانهم بيقدموا كرة كويسه صحيح، وفي تفاهم وتجانس وفي شك، وزي ما قلت ما بيخافوش من اي حد، وعلى ملعبه في الدوري 3-3 وما بيخافش من حد، وعنده تنوع، في الناحيه الهجوميه، حتى عنده اطراف الملعب شغاله، عنده مهاجم بيعرف يسجل اهداف، عنده 20 هدف وبيعرف يصنع اهداف، وعنده 3 نص الملعب بيجروا جري، يعني على الاقل كل واحد في المباراه معدل 12 كيلو في كل مباراه. المباراة اليوم كانت اختباراً حقيقياً لشخصيتي قبل أن تكون اختباراً للفريق. أنا ما زلت صغيراً في العمر، لكن أحلامي كبيرة، وكل لحظة في الملعب تدفعني لأقترب منها أكثر. تشيلسي فريق قوي، وضغطهم لم يكن سهل، لكني لعبت برغبة واحدة، أن أثبت أن برشلونة يمكنه الاعتماد علي في أصعب الدقائق. كانت لدي فرص، وكنت أريد التسجيل بشدة، ليس من أجل الرقم أو العنوان، ولكن لأنني أشعر أن مسؤوليتي تجاه الفريق تكبر كل يوم. أعرف أن الجماهير تنتظر مني الكثير، وأنا لست خائفاً من هذا الضغط. بالعكس، هذا ما يجعلني أستيقظ كل صباح وأنا أرغب أن أصبح أفضل. نحن لم نستسلم، وهذا أهم شيء. اليوم خرجت من الملعب وأنا مقتنع بشيء واحد: سأعود أقوى، وبرشلونة سيعود أقوى، والطريق ما زال أمامي طويل، لكنني مصمم أن أترك بصمتي في كل مباراة. كانت مباراة صعبة جداً. تشيلسي فريق قوي، منظم، ويعرف تماماً كيف يضغط ويغلق المساحات. كل هجمة ضدهم تحتاج سرعة تفكير وشجاعة، وهذا بالضبط ما حاولت أقدمه اليوم. أنا ألعب بدون خوف. كل مباراة بالنسبة لي فرصة لأثبت أني قادر على صناعة الفارق مهما كان الخصم. وتشيلسي أجبرني اليوم أن أرفع مستواي، أن أتحرك أكثر، وأن أبحث عن الحلول حتى من نصف فرصة. أحترم تشيلسي كثيراً، لديهم لاعبين كبار وطريقة لعب صعبة، لكن برشلونة يملك شخصية لا تستسلم، وأنا جزء من هذه العقلية. أتعلم من كل لحظة في الملعب ومن كل مواجهة كبيرة، وهذه المباراة كانت درساً جديداً لي. وعدي للجمهور: سأعود أقوى، سأعمل أكثر. إن الحاجات دي محتاجة سنين عشان ترجعها تاني. هيبة التيشيرت، شخصية الفريق، الروح بتاع الفريق. النهارده لما تيجي تختار 5 أو 4 5 لعيبة بيلعبوا بروح ما تلاقيش. الكل بيتمشى، الكل عاوز الحكم يصفر ونمشي، خلص بقى نبدأ بقى في الأهم مليون. ماشي، الراجل جايب شاب منور دلوقتي حول الله عنده كل الأمراض، الضغط والسكر وبتاع. لأن الأخطاء دي يا كابتن عبد العزيز لعيبة دولية. تعال أنت بتعمل إيه؟ إنما دول ما لا حد بيحاسبهم. الراجل بقى المستثمر الجديد، الملك الجديد، واخد 27%، قاعد يعمل تقشف، يمشي موظفين، يعين ناس جداد، يعمل كده. انما الفرقه انتوا الملامين. المدرب كل شويه يجي يقول لك انت الملام. المدرب ما هو وارث تركه صعبه، تركه تجيب له الضغط والقلب. كانت مباراه معقده تكتيكيا. تشيلسي فريق لا يترك لك الكثير من الوقت للتفكير، يضغط بقوة ويلعب بشراسة في كل كرة. لكن شخصياً أنا فخور جداً بردة فعل اللاعبين، خاصة اللاعبين الشباب الذين أظهروا شخصية كبيرة تحت الضغط. تشيلسي هاجمنا بقوة في البداية، لكننا عرفنا كيف نسيطر ونخلق الفرص مع الوقت. نعم، ارتكبنا بعض الأخطاء في التحولات، لكن هذا جزء من التطور. المهم بالنسبة لي هو روح الفريق، والطريقة اللي بقي فيها اللاعبون متماسكين حتى اللحظات الأخيرة. لامين يامال اليوم أثبت مرة أخرى أنه لاعب بعقلية بطل، لا يخاف، يبحث دائما عن الحلول، لكن الفريق كله يستحق الثناء. برشلونة يمر بمرحلة بناء، وهذا النوع من المباريات ضد خصم مثل تشيلسي يمنحنا وضوحا أكبر حول ما نحتاج لتطويره. سنعود إلى العمل من الغد، نحلل الأخطاء ونستعد بطريقة أقوى. ثقتي في هذا الفريق لا حدود لها. نشعر بخيبة كبيرة بعد النتيجة اليوم، لأننا كنا نريد الفوز وإسعاد جماهيرنا. لعبنا بتركيز وعقلية قوية، ولكن كرة القدم أحيانا لا تمنحك ما تستحق. الألم اليوم جزء من التعلم، وسنعود أقوى وأكثر تصميما. الجمهور يستحق الأفضل،
ونحن ملتزمون بالقتال من أجل كل مباراة، ونعد أن نعيد الفرح لهم قريبا. اليوم كانت مباراة صعبة بكل تفاصيلها، شعرت بالإرهاق والحزن لأننا كنا نريد تقديم أفضل ما لدينا. كرة القدم تعلمنا دائما الصبر والتواضع، وكل لحظة على الملعب تترك أثرا عميقا. ما يحدث اليوم سيقودنا غدا إلى أن نصبح أقوى وأكثر استعدادا. كل تجربة مهما كانت صعبة هي درس لنا لنرتقي ونبني مستقبلنا بشكل أفضل. شعور الحزن جزء من الرحلة. وميزة أخرى إن الفريق العمود الفقري بتاعه اللعيبة ما اتصابتش كتير، متاحين في معظم الوقت، مفيش إصابات، فمش كل موسم هتسلم معاك الجرة، إنما في الأخير هو خد دوري. وميزة أخرى إن الفريق العمود الفقري بتاعه اللعيبة ما اتصابتش كتير، متاحين في معظم الوقت، مفيش إصابات، فمش كل موسم هتسلم معاك الجرة، إنما في الأخير هو خد دوري. في الشوطين معا بدا واضحا أن المعركة احتقرت إلى صراع أوسع بكثير من مجرد تمرير أو صد للكرة، فقد تبدلت مساحات الملعب بصورة دورية، وتأرجحت السيطرة بين مناطق ميدانية لم تكن ثابتة عند أي فريق، مما ينبئ بصعوبة الأداء في ظروف تسيد فيها الأسلوب الهجومي الدفاعي في آن واحد، إذ لم تعد الخطوط الثلاثة مجرد قوى منفصلة، بل تكاملت لتشكل جسدا واحدا يحاول فرض إيقاعه على النزاع. وكان واضحا أن من يحسم المعارك الفردية في المساحات الضيقة سيحصل على المفاتيح الحقيقية لتفكيك الخطوط والعبور إلى الثلث الأخير، لكن هذا التفكيك غاب اليوم جزئيا لصالح الأداء الانضباطي الذي أعاد تشكيل الشبكة الأرضية وقلص المساحات المشتركة بين الوسط والهجوم، مما أربك قدرة الفريقين على خلق اللحظات المذهلة التي ننتظرها في نصف النهائي بحجم دوري الأبطال. وعلى صعيد التحكيم بدا أن العيارات المختلفة للقرارات قد أضفت على اللقاء نوعا من التوتر المتراكم، حيث أفضى عدم الاتساق في تقدير الاحتكاكات العنيفة إلى تعطيل نسق الفريقين، فأخذنا نشعر أحيانا أننا أمام 15 قرارا متباينا في الدقة، بعضها قارب التشدد فأخمد الحماسة، وبعضها الآخر كان متساهلا فأشعل شرارة الاحتكاك البدني. وهذا التباين لم يجعلنا نشعر بالانسيابية التي نحتاجها كي تعمل الأوتوماتيكية الفنية بسلاسة. وفي السرعة التي ميزت انتقالات الكرة من الدفاع إلى الهجوم ثم عودتها، كان واضحا أن اللياقة العالية اتسمت بطابع الكثافة المتناوبة، ما دفع كلا الفريقين إلى الدفع باحتياطيهما قبل الموعد المتوقع لمحاولة استعادة الزخم أو إخماده. فتداخلت الأدوار الهجومية والدفاعية بشكل جعل من الصعب تخيل رسم تكتيكي ثابت يمكن أن يتحكم بالسيطرة طوال 90 دقيقة، بل كان الأمر أشبه برقصة تتحرك على إيقاع مفاجئ تارة وثابت تارة أخرى وفقا لتقدير الصفارة وخيارات غرفة الفيديو. وعلى الرغم من ذلك فقد برزت بعض اللحظات التي أكدت أهمية الإرادة والروح المعنوية، إذ بدت ميكانيكية الأداء في بعض الأحيان مصممة على اختراق الحصون الدفاعية بإصرار لا يلين، ولكنها اصطدمت في أحيان أخرى بسدود تكتيكية صنعت بدقة. وهذا يدل على أن المنهجيات الفنية تحولت إلى عدة أدوات تتماهى مع متغيرات اللحظة وتستجيب لخطوات الخصم، وليس كما كنا نرى في السابق التكامل الخطي الثابت الذي تعتمد عليه الفرق الكبرى.
Yeah, these supermodel bitches be fine.